رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لإعلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في خير، من أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. خدای تعالی دو قرآن دا دستورت حدید دا آیت 22 و 24 دا وهاد بيجي: ما أصاب من مصيبة في الأرض دا عرض دا بلاو وآفات وغلاي قوتشيد بن ولا في أنفسكم أو تشتي قد نفسها ودا جيج نخشية ومرني تشيد بن إلا في كتاب نين أو نا إلا دلوح المحفوظ دنا من قبل أن نبرأها بلغوا أفتشت عرضي دا ود نفسها ودا تشيب بن خدي تعالى دلوح المحفوظ دا أفتشتها تقدير كرنا وقيد كرنا وياز كرنا. إن ذلك على الله بمعنى أن نخلقها يا سيدنا. إيه؟ قبل أن نخلقها. من قبل أن نبرأها يعني نخلقها. بلغوا مسألة خدي تعالى وانا خلق بكن لوح المحفوظ إذا نجسم. خدي تعالى تشكرنا. بلي. إن ذلك تشكرنا فاناك على الله يسير لسر خدي تعالى رحتا. لسر إنسانا بلكي زورا للبا خداي تعالى رحتا. لكي لا تأسوا. شما خدي تعالى بري أفتش خلقان دنا جبوغو إنسان محزون نبي على ما فاتكم لسر نعمتي قو خدي داني وجدستي ويدرت كبن لسروات نعمته نحزني ولا تفرحوا بما آتاكم وأو نعمتي قو خدي داني دستي ويدجي بواناكي كيف خوش نبي. والله لا يحب كل مختال. خدي تعالى حسناكي جوان إنساني ودمشى خدا جبو مالي خو خولود هجينن يا جبو مقامي خوا يعني الحركة خدا فخور او يقو بيجد السري خدا جبو مقامي ويهيا جبو مالي ويهيا خول سر انسانا بطر دكي خو مزن دكي خدا جبا حسناكي او كينا الذين يبخلون او يقو بخيلية دكن مثلا او مالي قو خدا دايا وان وي مالي لسر مخلوق خدا لسر انسانا ناد نوان نان نفقينن ويأمرون الناس بالبخل وأمر إنسانا جيب بخيلية دكن ومن يتولى أو كسيقو أعراضا خبكي جاء أمر نهي خدي فإن الله هو الغني الحميد. خدي تعالى زنجين احتياجاي بال كسكيبتنا وحميد إيقو حمد وصفي ويتكر. إذا إمام زمخشري خداي تعالى جي راضي به لتفسير كشاف دا لتفسير بآياتا دا وهاد بشي المصيبة في الأرض مصيبتها دا عرضي دا نحو الجدب وآفات الزروع والثمار مثلا وكو غلاي وكو قحتي وكو آفاتي وبسر زرعتي وفيكيدتي مثلا بيجنو مثلا أقول فيكي لزاد دي فيكي قو مثلا زي بيجم خليمة تقول تريد دا الواناكي دا وكو آفاتها وفي الأنفس وآفاتي قد نفس إنسان دنا نحو الأدواء وقو نخشية والموت وقو مرنا وخدي تعالى داية إنسانا وقو باناكي أبناكي في كتاب يعني في اللوح المحفوظ ديا من قبل أن نبرأها بريقو خدي تعالى بأمتشيبكن يعني الأنفس أو المصائب أو مصيبتي أو قحته وآفاتي فيكي وزرعتي يا إيقود نفسه إنسان دا تشيد نقول نخشي ومرنن. إشارة كيف أن نبرأها دمير نبرأها ولا في أنفسكم يعني البريكون نفسه وتشبه في بلايد المعقود دا اللي بيسميها حاضر. ويا الضمير راجع
يا رجب المصائب وما أصاب من مصيبة إلى جوي مصيبة مصائب من قبل أن نبراها بلك أم إجادة فان مصائب بكنا فان مصائب بين شيء من المعقود لدي أسكنية. منعم كريم تيجي خشتغش رباطة تي يا كتابة نازي تلفونية يا جويدات بلي خود لقيني تشكي خشتغش كي دقيقة يبكي براني جبوجو أن كيف تلفون البربنجري ما الهرج خوشناكش يعني جبوي مناسب يعني نلقيني وصل دقيقة يبكي بلي تمام إن تقدير ذلك شيء بنا بانشتا مثل آفاتي قد عرديدا وزرعتي وفيكي ويقول نفس إنسان دا قول نخشي ومرنن وإثباته في كتاب وشيبنا وانا كي تقدير كنا وخذي تعالى اللوح المحفوظ دا شيكريا على الله يسير أو لسر خذي تعالى رحتا وإن كان عسيرا على العباد ولو وقفتش زورا قرانا لسر عبادي خذي أما البا خذي تعالى جيتشي رحتا ثم علل ذلك وبين الحكمة فيه مسا علتا نجبي تشتيلا وبيان حكمتها تيدا قلت ما خذي تعالى بلي تقدير كليا بلي شيء كليا فقال لكي لا تأسوا جبوقون محزون نبن لسروان نعمتي قد دستي ودنا وقتيش دستي ودشن ولا تفرحوا ون كيف خوش نبن جزيدا أو نعمتي قد باونا وقتي قد جماقام وجمال الدنيا يعني أنكم إذا علمتم ون قالي مخلوقة قالي إنسانة ون وقتي بزان بن أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله هرتش تقدير كي الشياوي بليا ونقيسان ديال با خداد لوح المحفوظ إذا قل أساءكم على الفاتي أو حزنا ولسرويش تي وجدستي ودتشي ويهندك به وفرحكم على الآتي وكيف خشيا ويهندك به لسروان نعمتي وبيجد كبنا دستي ود يعني وعدي وني لسروان نعمتي وجدستي ودت كبن حزنا وهندك به أو نعمتي وجورة دستي ودنا جدين جورة وني كيف وحسكرنا وجه ويهندك به لأن من علم شو علتي وشنو إيجو بزان به أن ما عنده مفقود لا محالة تشتيقوا البالي إلا روجك ويهري ممكنة لم يتفاقم جزعه عند فقده يعني زارزاراوي حزناوي زيدان نابي وقتي بوج دستي بهري يعني يقولوا زيدا ناحزني أو حزناوي زح نابي شما لأنه وطن نفسه على ذلك شنو نفس أخوة زاني وأفتش أب نعمتك تشجيها وروجك دستي درك يعني وطنه أظلم يعني نفس أخوة حاضر كريه مهيا كريه يعني مثلا إنسانك تدي وقتي كوي عمليات كنيا وكن دكتور به هر شيء حاضر ولن يعني دبكو أبي إنسان هرجي جمرنا ويرج حاضر بكن إنسان جي يعني جي أو كرا دبي حاضر ذكان وطننا لا حاضر كريه تشقى نعمتك وخدي دانا البا إنسان وروج كريه جسيدك حاضر كريه شرف وكذلك من علم وهكذا إيجو بزان بأن بعض الخير واصل إليه ومثلا هنا كي قنجيا جيوي بقهنيدا وأن وصوله لا يفوته بحال وقهشتنا واخراجي ويبقي دجي نافوتي لم يعظم فرحه عند نيله إذا أب كيفا ويجي لوقت بقي وير خيري زيدا نابي مظن نابي يعني زيدا بيك خوش تبي شوف زاني قو كيشتي زاني قو شتي قو خدي تعالى خيرا قو بدي يدا ويوري إلا ويبقي والله لا يحب كل مختار فخور خدي تعالى حسناك إجواي قو مختار دمشق خدا وقت دمشق خلو لباد الدنيا وجبوقو مالي بها يجبوقو مثلا مقام دستي بها وفخور أو يقول مثلا بيجي بنيجي خوش يصير إنسان بطريقية كن وخو مظن كبريت كن خديش بحسناك لأن من فرح بحظ من الدنيا أو إنسان يقول بالنعمة دنياي أو تشتي دنياي وخدي دانة تبيكي خوش ببي وعظم في نفسه وذا نفسه أخوات وان تشتغلوا مظن بكي اختال وعظم في نفسه سيدا أو بخو ذا نفسه خدا يعني بخو مظن عصابك وعظم في نفسه
يعني أودنا ساخذ خولو مظن بيني اختاله ويخب بمشي خلف بهدي وافتخر به وافتخار به بك وتكبر على الناس ويخذ سر إنسانا مظن بك وإنسانا جعبه خذ بجوب بني خذ سر إنسانا جبو أزباش أزنجين جبو قد بعقل مالي من زخة جبو أزانما خذي مزناتي دائما فلان كس جبو مثلا حاشا بعقله فقيرة يا جبو بعقله مثلا مقام دسيدنينا يعني بيبي عادي هرشتي بنفسه فخورين فخورين ما يبقى أواجب جم متكبرين مباهن ومتطاول بموتها تمام كرم كان قرئ بما آتاكم وآتاكم جي من الإيتاء والإتيان بهذا شكلاجي هاتي خندن وفي قراءة ابن مسعود يعني آتا سيدا آتا يأتي مش إعطاء معنى ضاين إيتاء إجا أتا يأتي إتيانا أو يبمعنى ويوي وفي قراءة ابن مسعود جي بما أوتيتم قراءة ابن مسعود جي أو ما يقول هاتي دا انجورا بشكل هاتي خند يعني بنا مجهول هاتي خند بلي بنا مجهول بلي أوتيتم فإن قلت فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به بأجر قلت ببيجي يك نكاري نفسها خوال جم وقتيقو زررك سرد ولي سرد زرر ولي ونفسها خو بقلي ولا عنده منفعة ينالها أن لا يحزن ولا يفرح يجي وقتيقو منفعتك سرد ولي وجبو وين نعمتك وجدستيوي دشي نحزني وياخذ أو نعمتها قد كبيد استوي تجي كيفاوي نبي خسكي بينانك نينا يعني هكذا بنعمتي وخذت على فراهي دي كيفاوي دي وتشتغل مثلا دستي بدت كم يجي بيت حزني يعني بشتكي نت دستي من ضياع بكيفا من بشتكي يعني مجبورية طبيعية طبيعية خذت على طبيعة الإنسان نفسه إنسان لا أبشي كليه بأزيه افتت حاله بيجي قلت إمام زمخشري بأزيه وهابيجي المراد مقصد بحزني وفرحي الحزن المخرج إلى ما يزيد صاحبه عن نجد تبرين يا سيدنا ألو عيني أجيكما مراد بحزني يعني أو نقمة نسيجلسي كذب كبير ورد حزني مقصد في جميناك المخرج أو يكي دخي إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر وخذي بيناك صبري ناكشني والتسليم لأمر الله وش أبدي خذي تسليم نابي أو حزنا يعني أويبو جزاء إنسان دبي حالك صبر تسليميته وجمر قدر النامينه جو خدين نزانه او في المشتبه حدوده خلاص الحزن مسألة خذي تعالى بيقولونك بلي ورجاء ثواب الصابرين ما يذهل الصاحب عن الصبر وعن الرجاء بلي الرجاء تبصر وجرجاء هي ذكرنا مكافأة صابرة جي وإنسان صبري بكشي ناخذ تعالى بيتشي مكافأة بدي حاج بيجي بدرتخي والفرح المطغي الملهي عن الشكر أو كيف أقول بيجا بخرادك الملهي عن الشكر أو يقول منع ويجي الشكر كرني دكي أو كيف خوشي خذ تعالى منع مش بيك يعني إما هي عنه المنهي عنه الحزن المخرج والفرح المطغي يعني بيفيش اللي كيف خوش نبا وقت النعمة دست دركبن محزون نبا وقت النعمة ورنا دستي تجي كيف نبا يعني برتش صبري وش تسلمونا أمري خديرة تجدر نخل وقت تجدر بخل هاوي وعدي وده تعالى من عمج بكديا فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان أما أو حزناقو إنسان نكاري يخلو منه خشبانا بك إنه يتشبه مع الاستسلام
تستيقظون أمر غيره والسرور بنعمة الله وبنعمة خديك يفخش به والاعتداد بها ومثلا ونمي دي ونعمة خديك مع الشكر يعني ما لا دريا خديك نفقيني زانبونا بي عمل دكي مثلا زانبونا بها بي زانبونا منفعات دي مسلمانة فلا بأس بهما بفاناكي تقولنا يا شنكو أبناكي حقي وابجي ديني وقتي حقي وابجي بيني نجمي حسنيرا بالنهاية ونجمي الشكر مثلا فرحيرا بالنهاية الذين يبخلون بدل من قوله كل مختار فخور يعني أو يقول مختار فخور أو كينا الذين يبخلون أو يقول بخيليتك يعني كأنه قال أنا خداك قلت لا يحب الذين يبخلون فذا حصناكي جوايقو تشتكن بخيلة يعني جعلنا تعبارا مثلا تعبي بار نابي ومالي وخدي داية دقو بدي فقيرة وبدي إنساني محتاج يعني يريد الذين يفرحون الفرح المطير يعني خدي أنا قصدك أو يقولوا كيف كن أو كيف المطغي أو هواش حدودي خدي دردخي أو هو بار خرابوني فا بطرياني فا إذا رزقوا مالا وقت يقول مال تيدا انشبارة بنصيبه بيتشدبن بطاغيدبن وحظا من الدنيا ياخذ تعالى نعمة الدنيا إذا دي وهناك إذا أب إنسان هاكي تشدبن في فرادبن إذا فليحبهم له جبوغ الزح حج مالي دكن يا حج ونعمتي وخذت أنا وادكن وعزته عندهم وقل بوا زح مظنة عزيزة وعزمه في عيونهم شعبي وادجي أو نعمات أو مال أو مقام بولو زيدا مظنة يزوونه عن حقوق الله إنجل من عواتيكرين جوي حقوق الله يجمعونه يجمعونه عن حقوق الله يجمعون سيدا يعني وقوق بمثلا جيدر باست بن يعني طوب لكن حقيقة دي الناظر بلي شبيه خدي درباس هاكن بجناين ويبخلون به وببخيليتكن ولا يكفيهم نكافية جوارا نكافية أنهم بخيلوا ببخيليتكن حتى يحملوا الناس على البخل حتى أقول رجع حملة إنسانا جدكن يصير بخيلية إنسانا جدكن بخيلية ويرغبوهم وتشويق إنسانا لكن الإمساك وبما لهم ندن يترمينا حتى كيف خليجي حملة بخيلية جميلة واجي حملة وادكن بمالي وترازا روكي وانجخ خيار انجخ زيرا وبكي شيء هم ما ناخذنا فقيره وما ناخذنا خلفيه عفوا سيدا سيدا الو دقيقه سيما كريم سيدا ما ويس يزونا رغوت شي سيدا يزوونه تبي يجمعونه نو يزوونه صبرك كده النقله نقله إكليل تفسير حاشية مداركها نابع أو بأزرهم مثلا فليحبهم له وعزته عندهم وعزمه في عيونهم يزوونه عن حقوق الله يعني يمنعونه منع بمال يذكرش حق خدا ويبخلون بمال جمعتكن جامعتكن ويطبقن عن حقوق الله حقوق خدي جامعتكن يعني حقيقة خدي الناظر أبوي معنا يعني زوا عنه مش جتشت يا زلمة والله أو سامعنتك قاضي لبنى هو إكليل ويدا زوا عن الشيء زوا يزوي دبي حقنا فيرممك أو أتركي وصادقنا وين يسد طبقن حق ناظر زكاة وجه حقيقة دي دم حقوق عائلة دايو سالمان
ملي ويراغبوهم في الإمساك وتشويق إنسانا جدكن لسرب مال خبه لندريا خديد ندن ومنع زكاة واجدكن ويزينوه لهم وجوارا خشك دكن مثلا زي بيجم تزيينا مال جوارا دكن وننفقين ندريا خديد ببخيلية أمري إنسانا جدكن. دقيقي ويرغبوهم في الإمساك ويزينوه لهم. يعني أفان بخيلة تزيينا في مال يذكن لهم جناصرها أو ضميرها يأمرون الناس بالبخل. بلي تمام يعني ضميرها هر يكي بدا برو جيويا ويزينوه لهم يعني ويزينوا البخلاء هو ومالي لهم جناصر. وذلك كله نتيجة فرحهم به. أباها تبجي وهم أم بخيليتكن وهم حملة إنسانا لسر بخيليتكن أبناء تب نتيجة وكيف أبا إنسانا به بمال الدنيا وزحبي كيف خشت وزحبي مال الدنيا دكن وبطرهم عند إصابته وقت مالجي لقى يواد بي بطر دبن يعني سر هاتنا مالجي بطريتيا واتشد به. ومن يتولى عن أوامر الله ونواهيه أو كسب أعراض خبكيج أمر خدي وجمنهيات خدي ولم ينتهي عما نهي عنه ومنع خنك جويجتي خدي منع ويجيكريا من الأسى على الفأتي جحزنان دنا سلويجتي وجدسيت كبي ونعمتا وجدسيت شي والفرح بالآتي ونعمتا خدي تزود زحبك خشت بيت بطرد بيت. فإن الله غني عنه محقق خدي تعالى زنجين جبي بخيلية أبيقوا هالو بخيليتك وجيش لها هناك خدي تعالى الاحتياجي بالبنين جي زنجينة. وقرئ مثلا بالبخلي جيش ليجي هاتي خندن وقرأ نافع جي خندي أولو خندية. فإن الله غني يعني نافع مثلا زي بيجم آياتاقو بيجا خند مثلا قراءة مدى فإن الله هو الغني الحميد. مثلا قراءة ما أذى بيجي مثلا نافع فإن الله الغني فيشكي خندية. وهو في مصاحف أهل المدينة والشام كذلك يعني صحيفة أهل المدينة والشام دجي فيشكي وقراءة نافع. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وقد تعالى بما شياننا ملائكة خوا بالمعجزة. سدد يعني الملائكة إلى الأنبياء. دقيقي الجورة معنى ويا تركيبهم يزنونه عن حقوق الله أو معنى نظام ونشوا أو الجن. دبي حاولي أسبيجم بيكي أين عبارة مدارك يسبي أو جدبي يزنونه عن حقوق الله إذا أي يسمعونه أين عبارة أقولان يعني أولا مال توب كرنا حقي خدي نادنا عن تشكي أقولان بني مثلا منع عن الشيء عن يعني ويتش فازجشت باج ويتش كي جري شكل مشتبه ما نقول إعراض خد كي ويتشتي بيك نعم ضبط إعراض خد داينا حقي خد معنى يا أما تجي دي وحاشيك بينما تديرك قبول دكي تقل ملي اعتراض ناكي دقيق يا زلمة عشان نورمال عشانك كديlerine Seyda kendilerine çok değerli gördüğünde ve gözlerinde büyüttükleri ondan Allah'ın hakkını ödemekten geri durur ve ondan cimrilik ederler. الزوا عن الشيء بني الزوابع عني متعدي بك واللغات بني معنى بدليل بل يا سلام كلام تفسير بجيب في الزواج ليش تمام كلام لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وتعالى بمحقق مشياندنا قاصدي خو ملائكة ببال بخبرها بمعجزة ودليلة وأنزلنا معهم الكتاب
وما ملائكة رجي كتاب شيان ديش بيغمبرارا يعني وحي والميزان وما ميزان يعني تشتيبو بيفاندنية كما أوجي شيان ديا شما ميزان شيان ديش وارا ليقوم الناس بالقسط جبوبو أمر إنسانا بكن بعدالته مثلا اختي ترزي هبي وكو هبشي دبي عدالة شي دبي وأنزلنا الحديدة وخذ تعالى بمادة مرجي شيان دي داية إنسانا فيه بأس شديد ديدا زررجي هيا دويدا مريدا ومنافع للناس ومنفعات يجبو إنسانا هيا بس الشورى وي شوري تدجبوني خذي دريا خذي بشغليني باشا منفعتها وي شوري بزرري بدي مسلمانا بزرري بدي مسلمانا عربات شيتكن طيارات شيتكن سلاحات شيتكن الله كم حديدنا يعني تشتي بوش دمر تشي دبي وقتي بو زررا مسلمانات تذهبي قلنا وقتي منفعتها مسلمانات تذهبي باش وليعلم الله من ينصره جبوغو خدي تعالى أبدا بزان بي كي بي آلي كاريا ديني خدي بكي ورسوله آلي كاريا بيخنبرا بكي ببي هفانيوان بالغيبي مثلا زي بجن دقل بوانا بيني نلبر شعبي بيناكي جي ديسا خدي تعالى نابيني جي لجديد آلي كاريا ديني خدي بكي دبي ياردم جيش ديني خدي رجبوغو خدي وان ناس بكي وإن الله قوي عزيز محقق خدي تعالى قوة ليا ودي قوتي وعزيز غالب السر هالكسي يعني كل قاشي ويدركبي ومغلوب به إمام زمخشري خداجي راضي بالتفسير هذه آية إذا لقد أرسلنا رسولنا يعني الملائكة إلى الأنبياء محقق مش يندن الملائكة باقي خمرها الوحي بالبينات يعني بالحجج بالدليل والمعجزات أو معجزة بواسطة ملائكة مدانا وابي خمرها مجوار الشيان وأنزلنا معهم الكتاب أي الوحي وما ملائكة ربشياندنا وارجي ما بدقل وناكيج كتاب جي يعني وحي جي ومثلا وحي بجهنا وابي خمرها والميزان وما ميزان جيشيان ديا وملائكتها ومثلا بدنا إنسانا إذا روي أن جبريل عليه السلام أتي رواية كلمة جبريل عليه السلام نزل بالميزان مثلا وقت هاتي ميزان آنية يعني آلة وزني بيفاندني فدفعه إلى نوح أو ميزان أفترزيها دايا حزت نوح عليه السلام وقال بوتي مر قومك يزين به أمر قوم خجبك برب بيفاندنا خوا ببيت ترزيها چه بك بيفان ترزي بيفاندن ne şeyda kışandın نعم بيفاندن متريه بلي كشاندن بلي يعني خذ تعالى مثلا ترازي شيان ديا بجبرائيل عليه السلام دايا حضرتي نوح والحضرتي نوح قلت يا أمري قومي خوجي بك برد بيناك ببيفن بكشين يعني وأنزلنا الحديد يعني خذ تعالى بما ملائكة مدى مرجي الشيان ديا داعية يعني قيل نزل آدم من الجنة بابي ما آدم الجنة هاتية ومعه 5 أشياء بين أشياء بيكبونا أوجي من حديد حرفين شجيج دمرهم بأس سندان أو شتيبو دمر السرير كتن سندان سدا بكاكي سندان سندان زبر الحديد أي قطاع كرشي حديد هرشي سدا بيجاش مثلا أو تشتيبو دمر السرير كتن دمر السر تشيدكن أو جلد بيجن سندان عندما السكدان مجال دوق السكدان أبي قرن مرة ما كوش دكن نابي والسكدان وعجبه أوي السرير دمر بحندكن بعد داسات شيدكن قازما شيدكن سدا دبي سندان زبر الحديد أي قطعته يعني فرشكي تشكن العالم بين كرمك والكلبتان وش كلبتان مشهورة إيوه مثلا بيجا دمرجي بي دمر بغلا ميشتكن والمقيعة جي كلبتان دبي أوكي أنا كنا بنسد بجناس في سنة إجا دبي كلبتان دبي آلة يأخذ فيها الحديد المحمى هاني كمرد خنا واقف جمر وي
وی آلتی یانکا پی دیگره دنوا آلگیدا مجنوا آلگیدا در خب البتاني ماشكي وكا مقاسات شي وسا لا سدك البتاني وان هنا إبادة مرجية عيني ويشكلي مظنن تدي قابل دستيبات دمرجية قد دمر قريدن تشوشكن بيجي إيوا مظنن بوي دمري وقت البتاني دمري تقلن يعني جبوكو مثلا قرمة جبوكو قرم تحسين الوانا كيف بيك البتاني درجنين والمقيعة وبشاكوش مثلا يبو تشتت كتن والمدرقة مدرقة هذا دبي مقفعة نوزا مقفعة دبي أو تشتكو بي دمر توجد من كرتكها دبي ما يحد به الحديد يقول بي توجد مثلا شد بجنابي كرتكة كرتك بله أم بيجين مبرد اي مبرد يا منه مبرد جدا مبرد أم بيجين مبرد يقولوا نحتاج مبرد أبا مزنة كرتكة بشوكة تماما كلام والمطرقة وآلتيكو مثلا تبي شاكوش هاي شيء أبيكو دم داتري يا بيت كتة ترابك والمبرد ومثلا درزي وروى ومعه المر والمسحات مثلا بوقته باقي آدم عليه السلام هاتيه الدنيا غير مرهبويا يعني مرد بمثلا تشتغلوا وكو بتوجا تحلى يا جد بوريسة مر كولن شيء أنا أريد بين مر في كولانيت كنا أريد بك المر دبي الذي يعمل به في الطين شامور مولد خلي ملي دا أبد كنا بيرة مرة يعني والمسحات وآلتيكو مثلا زي بيجم تشتكل بيرة مسحات بيرة وهي المجرفة من الحديد تمام تام بيرة مسحات أزان بيرة بله يعني مر بير جمكي مر يا سرتوجا ومثلا مسحاتي بيراغو مثلا بيت قليل دراجيدا وعن النبي صلى الله عليه وسلم وفي خمرمة عليه الصلاة والسلام قلتيا أن الله تعالى أنزل 4 بركات من السماء إلى الأرض فدي تعالى نازل شيان دي 4 بركات جاء سمانا بالعرضيبة يعني أنزل الحديد مثلا دمر شيان دي والنار آقر والماء آف والملح أخوي لا كلمة وأنزلنا الحديد مجا سمانا وشان يعني قايناخي دمر أنا تمام أراز عددا هر خلي دمر جي شنابه أو خليني هنكي قايناخي بلي هنا جوان خليا دمر شيء وكيدن شنابه يعني معدنك يا بيجي أبي معدن شوا بترول عددا هي أب معدنها حسنجي هي أبجي بإنزاله يعني قلت تعالى نازك شو نازك أميان الجامية ويا بردن براهرة عندك مايا وقت ما نما كلام وعن الحسن وأنزلنا الحديد يعني خلقناه يعني خد تعالى بما دمرت شيء كريا خلقان دي كقوله تعالى قمنا خلقان تدي قبلي بس لو أنزل لكم من الأنعام خد تعالى بمثل أنعام حيوانا ما خلقان دي جوارا وتفضل شوا أنزل معنا خلقان دنا وأنزلنا الحديد دول بجي معنا خلقناه وذلك أن أوامره تنزل وذلك أن أوامره أمري خدي تنزل من السماء جاء سمانا مثلا خدي تعالى تشدكي وقضاياه وأحكامه مثلا تشتيقو خدي تعالى دكي وأحكام خدي مثلا خدي تعالى تشدكي دشيني جاء سمانا بالعرضيفة فيه بأس شديد يعني دبي دمري دا مثلا زررجي هيا زررك زحمة زحف هيا شدتي هيا والقتال به وإنسان به شرطك
ومنافع للناس ودفي دمري دج منفعات جبو تمام إنسان هيا يعني في مصالحهم دمسر دعيشي واندا ومعايشهم دحياتا وادا وصنائعهم صنعتي واندا وخذ تعالى مثل أفضل مجوارة دايوا مثل وقت دمرت النبي بداست النبي قازمة النبي بيت النبي قليتا بقرا حتى وشاق وجميع. بل إذا فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها تصنعت من إلا دمر مثلا دناراوي صناعتي دي يعني تصنعت آلتي بدمر شناب أو ما يعمل بالحديد أو تشتغل مثلا بالدمر وتي شغلان در وليعلم الله من ينصره ورسوله يعني باستعمال السيوف وخذ تعالى دزاني ايجو مثل الشورى ويتشاوى استعمال بكي بشغليني والرماح تيرا وسائر السلاح وليعلم الله من ينصره ورسوله نصرته باستعمال السيوف والرماح. بلى وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الله. كيف يدمرها تجيب شغل يعني باستعمال كلنا بيوي آلي كاريا خدا ورسول خدا في مجاهدة أعداء الدين بناك دبي آلي كاريا خدا يعني وقت تبي دمرها تبي دبشغل نتيجو تبت آلي كاريا خدا يعني آلي كاريا ديني خدتك وت آلي كاريا بيغمبري خدتك بالغيب يعني غائبا عنهم ومسألة اجتهاج غائبه مخلوقة غائبه الإنسان يعني البرشعبي وايا قال ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله كري عباس رضي الله عنه بيقول ينصرونه ولا يبصرونه يعني آلي كارية دكن أما نابينا ناي نديتن يعني خدا آلي كاريا خدا نابينا بله آلي كاريا خدا دكن خدا نابين إن الله قوي عزيز يعني غني قد تعالى زنقينا بقدرته وقاربون قوة أخوة وعزته بعزة أخوة في إهلاك من يريد هلاكه ده هلاك كرنا وايقو خدي بخاذي وبه هلاكي قد تعالى يعني قوة أخوة عزة أخوة غنية احتياجات تكسبنا عنه مخلوقا إنسانا وإنما كلفهم الجهاد أنجا قد تعالى تكليف الجهاد لمخلوقا كل إنسانا كريا لينتفعوا به جبوه الجهاد منفعته ببينا خيري قزنج بكر وما سوى يصلوا بامتثال الأوامر فيه إلى الثواب وبكن بيك أنينا أمر خدي دبي جهاد ده ببال خيري با يعني بو جهاد بكن وخدي تعالى ومكافات خيري وبكين يدا غاية خدي أبا احتياجي خدي بس الله